السلام عليكم. تعالوا نشوف ايه اخر التطورات في الطريق البديل لكوبري المنظرة. اخيرا وبعد طول انتظار هنشوف وضع الاسفلت على طريق البديل لكوبري المنظرة. طبعا اليوم ده استنيناه كتير واتأخر كتير جدا، صورنا كذا مرة على امل ان الطريق يكون خلص وبرضه مفيش فايدة. بس النهاردة احنا بتاريخ 2 يونيو 2025 وبنشوف قدامنا ان خلاص قربنا من الانتهاء من الطريق البديل لكوبري المنظرة. تابعنا الايام اللي فاتت ان كان في جدل كبير على طريق البديل لكوبري المنظرة بسبب التأخير في افتتاح الطريق او التأخير في الانتهاء منه. وطبعا مرة كان الطريق خلاص حسينا ان هو هينتهي وبعدين لقيناهم بيعلوه اكتر، بيحطوا عليه طبقات اكتر من السن وطبقات اكتر من الرمل علشان يعلوه، وبعدين بعد ما علوه خلاص حسينا ان هو هيتسفلت وهيخلص، لقينا ان هم بيحفروا تاني من ناحية الميدان. فكان في لخبطة كبيرة من ناحية الطريق ده، او كان في تأخير كتير في الانتهاء منه. لكن النهاردة الحمد لله اهو بنشوف ان خلاص الطريق قرب من الانتهاء وخلاص الطريق على وشك الافتتاح. وطبعا الناس ما صدقت ان هي تشوف ان خلاص الطريق قرب يخلص، لان اهالي المنظرة طبعا بيعانوا، لان كل الناس اللي ساكنة في المنطقة دي بتستخدم الطريق ده علشان تعدي تروح الاسواق وتروح المحلات اللي في ميدان المنظرة. فطبعا بيبقى يعني تعب عليهم كل شويه ان في حفر وان الطريق شويه مقفول وشويه مفتوح وشويه في اعمال وكده. فيعني الحمد لله اهو الدنيا بتتحرك شويه والدنيا هتمشي شويه. طبعا اللي احنا ماشيين عليه ده لسه مش الطبقه الاخيره، هنطلع قدام شويه هنشوف بقى لا في طبقه تانية على الطريق بس لسه مكملتش لقدام. والطريق حاليا خلاص مش فاضل فيه غير اعمال الصرف الصحي. بنلاحظ ان هم مفتحين حتى اماكن الصرف الصحي لسه مفتوحة، لان لسه ما خلصتش، هتخلص ويكملوا الاسفلت عليها ويبقى كل الاسفلت طبقة واحدة ارتفاع واحد. يعني هنكمل معاكم لقدام ونشوف في ايه كمان قدام بيعملوا ايه. هنلاحظ ان هم كمان بيعملوا في الرصيف، عملوا الاحجار كلها بتاعت الرصيف لكن لسه الانترلوك، ولسه طبعا ما سووش الرملة عشان يعملوا الانترلوك. بصوا الطريق هنا الله اكبر عامل ازاي. اخيرا الناس شافت الطريق البديل لكوبري المنظرة، اتأخر جدا جدا. هنتابع بقى الايام الجاية ايه الخطوة القادمة. طبعا الطريق ده هيتفتح بقى للعربيات اللي رايحة وجاية، هيبقى طريق رايح جاي والطريق التاني هيتقفل. لكن ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هيهدموا الكوبري الاول ولا هيعلوا الطريق التاني الاول عشان يساوي الطريق ده؟ لان طبعا الطريق القديم بقى واطي جدا بالنسبة للطريق الجديد ده، فاكيد طبعا هيترفع منسوبه لنفس منسوب الطريق ده. فايه الخطوة الجاية؟ يا ترى هيتم هدم الكوبري الاول ولا هنعلي الطريق التاني الاول؟ وطبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبكده شفنا ايه اخر التطورات في موضوع كوبري المنظرة وامتى هيتم هدم كوبري المنظرة، واخر تطورات مترو ابو قير في منطقة المنظرة. استنونا في فيديوهات جاية كتير نتابع فيها اخر التطورات في كل المشروعات في اسكندرية وننقل لكم كل ما يخص اسكندرية.